السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول كده لازم أعرفكم بنفسي، أنا محمد عصمت، بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، خريج جميع الورش الفنية اللي تتخيلها والتي لا تتخيلها، سيناريست وممثل ومخرج. ليا بعض الأعمال في السوق مش كتير قوي، بس منها حلقات يوميات زوجة مفروسة، وبطولة الحلقة الرابعة في يوميات زوجة مفروسة الجزء الرابع دي تأليفي وبطولتي، وليا بعض الأعمال في قنوات فضائية كتأليف. وبما إني ماليش واسطة وماليش في الشلالية وما عنديش شلة، فبشتغل كل فين وفين، فقررت أعمل القناة دي تبقى قناة فنية نتناقش فيها عن المسلسلات الحلوة والمسلسلات الوحشة قوي اللي بتحصل، والأفلام الحلوة والأفلام الوحشة قوي اللي بتحصل. فهنتكلم عن الفيلم أو عن المسلسل بطريقه جديده غير المحللين الفنيين اللي بيتكلموا. كل محلل فني بيطلع يتكلم في حاجه معينه بس اللي هو شايفه من وجهه نظره، بس هو درس تمثيل، درس اخراج، درس سيناريو، او ليه اعمال. لا، فانا قررت اعمل ده، اني هتكلم معاكم عن المسلسل اخراجيا وتمثيليا وكتابيا، لان في مسلسلات بتبقى الفكره حلوه قوي بس بتتكتب غلط، زي مثلا مسلسل نور خالد وولد خالد نور. الفكره حلوه بس الكتابه كانت وحشه قوي. مسلسل حاله خاصه ممكن تكون الفكره حلوه بس الكتابه وحشه قوي، فالمسلسل وقع. مسلسل حلو مثلا زي مسلسل البيت بيتي، المسلسل ده يا جدعان انا اتفرجت على الجزء الاول والجزء الثاني، اقل ما يقال عنه انه انبهار. انا انبهرت بالمسلسل ده، والمسلسل ده حلاوته ان احمد عبد الفتاح المؤلف كتبه وخلصه قبل ما يبداوا تصوير، ودي الكارثه اللي بتحصل لنا كل مره. مؤلف يبقى عنده شله حلوه جميله فيقولوا يلا نعمل مسلسل، فيبدا يعمل حلقتين ثلاثه حلوين، بعد كده يغرق بقى، ما خلاص ما مش عارف يكمل، فتلاقي المسلسل ايه سرح منه. لكن مسلسل البيت بيتي مكتوب الاول وتسلم الاول، انا كسيناريست لازم افهم الكلام دوت، المح كده بعض الحاجات اللي انت ممكن كمشاهد ما تاخدش بالك منها، فاعرف ان المسلسل ده مكتوب الاول وتسلم بعد كده تم اخراجه، فعشان كده يطلع مسلسل حلو قوي. وان شاء الله الجزء التالت هيبقى حلو قوي، وانا بسعى ان اشتغل في الجزء التالت، لان اللي ماسكين الجزء التالت ناس اصحابي، فقلت لهم بعد اذنكم عايزين نشتغل فيه كممثل لان المسلسل عجبني جدا، فهنمسكهم مسلسل مسلسل، فيلم فيلم، نتكلم ايه عن كل حاجه فيه. وانت كمشاهد تنورني طبعا في قناتي، لو شفت مسلسل ما وعجبك او ما عجبكش ابعت لي وانا اتفرج عليه ونتناقش فيه سوا ونرد على كل الاجابات، لان ممكن تكون انت مش واخد بالك من حاجه انا فاهمها لك، او ممكن تكون انت اصلا شايف ان الحاجه دي صح وانا اقول لك لا دي معموله غلط، زي مثلا مسلسل جعفر العمدة مكتوب وحش قوي وحش قوي. وانا لما اتكلمت مع اللي عملوا مسلسل جعفر العمدة المسلسل مكتوب وحش قوي وفيه غلطات، زعلوا مني وكنا المفروض ندخل شغل سوا، فشكيش الشغل قال لك يا عم ده فنان شاطر ومفيش على بقه غطا فاسبله سيبك منه يا عم هيجي يفضحنا شلوحنا. فان شاء الله هنتكلم سوا في كل حاجه، اللي يعجبك وما يعجبكش قول لي عليه وانا هتفرج عليه ونتناقشوا سوا. انت بس يا معلم تنورني في القناه وتشترك فيها وتفعل الجرس، وكل ما فيديو ينزل ويعجبك ارزعني لايك. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم.